النهارده ابيسود جديده من The Realpreneur، ومعايا حد very very interesting لان هو رائد اعمال وانفستر وجاي من فاميلي بزنس، ففي بقى كده تركيبه مختلفه هنشوفها النهارده مع مهندس شريف زهران. ازي حضرتك؟ الحمد لله. ايه الاخبار؟ الحمد لله. وتعرفنا كده الباك جراوند بتاعك، يعني اشتغلت في شركات كتير وانفستر في شركات كتير، ممكن تحكي لنا شويه اكتر؟ بس انا اتخرجت اندستريال انجينيرنج من جامعه اريزونا في امريكا، وماي باشن كان طول عمره في حاجات الاي كوميرس والويب سايتس. كان ده البيك سنه 2000 في امريكا، كان الهايب في الحته دي. فلما اتخرجت في 2002 جيت مصر، اشتغلت في الفاميلي بزنس زي ما انتي قلتي، اللي هي زهران جروب. زهران جروب. اتس هيفي اندستري، كلها الكتريكال ابلاينسز ومجال الحلل. شركه بقى لها اكتر من 55 سنه. جينا في 2012 بدأنا، كنا بنعمل ميرج مع تيفال العالمية، الشركة الأم، واشتغلت مع كذا انفستر بانكر وكوربريت لويرز. فحبيت قوي مجال الانفستمنت، حسيت فكرة الديو ديليجنس وفكرة الفالويشن بتاع الشركات وكده. it got me interested. مفيش بعديها بكان سنة كان في أليكس انجلز بتتأسس، وكان الايكو سيستم بتاع الستارت ابس وكده بدأ ان هو حاجة I was interested فيها. من هنا دخلت في أليكس انجلز وبدأت انفست في شركات. النهارده انفستد في almost تقريبا 10 شركات، منهم المقر، سبرينس، سايد اب اللي هي فو، نواه، وكذا حاجه. ولسه ام كونتينيوينج، لسه المجال في مصر مينلي فوكس في مصر، وفي واحده اسمها اليفنت ان بوكس في امريكا. ودلوقتي برضو فاوندر لسبورتي برو. فاوندر سبورتي برو دي بقى لو عايزه تعرفي القصه، جت وقت الكوفيد. طبعا ناس كتير وشركات كتير كنا عاملين زي هايبرد موديل، اسبوع في البيت اسبوع في الشغل. فطبعا القعده الاسبوع في البيت ده كنت بحاول ان انا اعمل حاجه مختلفه. فكنت وقتها نقلت القاهره، انا اصلا من اسكندريه، وكنت حابب ان انا ابدا العب رياضه، اشتري حاجات اونلاين. الاكسبيرينس في الشوبينج اونلاين للسبورتس وير ما كانش احسن اكسبيرينس. فمن هنا فكرت ليه ما يبقاش في ويب سايت او اونلاين ستور بتجمع كل البراندات الانترناشونال واللوكال. اللوكال دي طبعا حاجه مهمه قوي. فمن هنا خدت ديسيجن، ما فيش بعد سنه من التفكير في الموضوع جامد قوي، ان انا اسيب شغلي وفولي ديديكيت وقتي او احط وقتي كتير في سبورتي برو. حلو جدا. طيب احنا النهارده الفورمات شبه القديم، بس هنليمت الوقت شويه، فاحنا هنجاوب كل سؤال في دقيقه. بعد البونس كويستشن هنديله دقيقتين. اوكي، فهنبدا اول حاجه بالباست او الماضي، وهبدا بقى اول سؤال عاده بيبقى بيرسونال. بس ايه الحاجه اللي كانت مختلفه في طريقه تربيتك يعني؟ الحاجة المختلفة في طريقة التربية سؤال صعب. مش هقدر أقول لك المختلفة، بس ممكن أجي أقول لك الحاجة الحلوة اللي الواحد حساها طبعا من أهله، سواء والدي الله يرحمه ووالدتي ربنا يديها الصحة، يعني إن هما they were very supportive. أنا كتير كنت بطلع بأفكار من أيام الجامعة ومن قبل حتى الجامعة. أنا فاكر إن أنا من وأنا عندي 11 سنة كنت دايما بعمل بروجيكتس، كنت باخد وأهلي كانوا بيسابورت الحاجات دي. نورمالي لما تيجي مثلا تكسر لعبة عشان تعمل بيها حاجة تانية، اهلك يزعقوا لك وانت صغير. لا، انا كنت مثلا اجيب العربيات الريموت كنترول، افكها واجمع مثلا 3 عربيات عشان اجمع المواتير بتاعتها عشان اعمل لعبه تانية اكبر. او اعمل winch مثلا. انا فاكر وانا صغير عملت روبوت وبدات اعمل روبوت. طبعا لسه ما عنديش اي فكره عن الروبوت، بس being supportive ان هم كانوا بيسابورت مي حتى لو حاجه فيها خساره او لعبه. بس eventually I think it shaped يعني طريقتي وطريقه تفكيري يعني. حلو قوي. طيب حضرتك اشتغلت شويه في فاميلي بزنس بتاع زهران جروب، اوكي، من 2013. لا اكشلي، لا، من 2000، من قبل 2013 بكتير، من ساعه ما اتخرجت 2004 كمان. اوكي. طيب احكي لنا بقى عن الاكسبيرينس بتاعتك في فاميلي بزنس، يعني شايف ايه اهم ميزه في انك تشتغل في فاميلي بزنس واهم تشالنج؟ بص، طبعا في تشالنجز كتير. انا كنت اشتغلت انا واخويا، وحظنا ان انا واخويا اكبر 2 في الاحفاد. احنا 27 حفيد ما شاء الله. الحمد لله. الفاميلي بزنس كبير، بس احنا اتخرجنا 2002 الاثنين من اندستريال انجينيرنج. اشتغلت الاول في البيزنس بتاع والدي، وبعد كده بدات اون اند اوف في الفاميلي بزنس لحد من 2004 والسبورتنج شويه، لحد لما 2007 2008 دخلت فولي في الفاميلي بزنس. كنت ماسك الاندستري. التشالنجز ان انت ازاي تحاول تغير المايند سيت للشركه بقى لها سنين طويله بموظفين. طبعا في منهم كتير موظفين كبار، بس طبعا لقيته من والدي وعمامي وجدي الله يرحمه they were very supportive in if there is a change او في تغيير للأحسن. لا they were willing.
طبعا بعض الموظفين القديم كان بتلاقي ان هو في اوبوزيشن، وده نورمال في اي بزنس او اي بزنس قديم، بس they supported الموضوع لحد ما لان بدأوا يشوفوا ريزلتس، ان فكر معين، التعامل مع الاجانب. احنا كان الشركه بتتعامل مع مثلا فرنسويين، بدأنا نتعامل مع ايطاليين، بدأنا نتعامل مع المان. فالشالنج ده اعتقد برضو كان لي اكسبيرينس واهلني ان انا لما دخلت مع مالتي ناشونال او مع الشركه الاجنبيه ان انا ساعدني في التعامل معاهم it was an easier transition يعني. حلو قوي. طيب دلوقتي حضرتك يعني ايه السيميلاريتيز اللي بين والد حضرتك في الشغل اللي حضرتك اكتسبتها بقى لما اشتغلت معاه فتره؟ اقدر اقول الجرأة. انا والدي برضو كان بيحب ينفست different kind of investment، طبعا حاجات real estate على حاجات different projects، حاجات تقدر تقول traditional business، بس كان دايما جريء في حاجات طبعا نجحت، في حاجات ما نجحتش، بس كان الفكرة الجرأة دي اللي اعتقد خلتني لما كبرت ان انا عندي الجرأة في الانفستمنت. طبعا ارقام طبعا ممكن تكون اقل او لان تايب اوف بزنس مختلف، والمخاطر في التايب اوف انفستمنت اللي احنا بنخش فيها كستارت ابس مع فاوندرز، مع فيري يونج فاوندرز، وخلتني ان انا برضو عندي نوع من الجرأة. فيمكن اقدر اقول اكتر حاجه ان انا الجرأة ان انا انفست في شركات او في فاوندرز. الحاجه الثانيه دي من جدي برضو ووالدي برضو، ان انت الفيجن، ان انت تشوف حد لسه صغير جاي لك عنده بروجكت جديده ولسه ما عندوش مثلا باك جراوند عنها جامد قوي او ما عملش حاجات، ان انت يتراست. انت at the end when you invest انت بتinvest اوكي في ايديا، بس برضه يinvest في الفاوندر نفسه او الانتربرينور اللي انت بتحط معاك الفلوس فيها، لان انت ما بتحطش فلوس بس، انت بتحط فلوس وجايدنس ومنتورشيب، ف something has to click. فاعتقد هي النقطه دي. حلو جدا. طيب دلوقتي ندخل بقى على البونس كويستشن. اوكي هديك سؤالين وهتختار واحد بس تجاوب عليه. يلا. اوكي. أول سؤال: What made you decide to step back on your family business؟ السبب اللي خلاك تسيب الفاميلي بيزنس أو تنقل من فاميلي بيزنس لما نقدر نقول برايفت بيزنس. بالظبط. بصي، أنا بالنسبة لي اوريدي طول عمري كان عندي كذا برايفت بيزنس في مجال الفرنتشر، وكنت بعمل ويب سايتس، بعمل لوجوز لشركات ويب سايتس من سنة 2000. كان دايما حلمي ان انا برضو وعملت مطعم، قعدت 3 سنين يمكن برضو عندي مطعم، بحب الاكل قوي، عندي مطعم في اسكندريه، وكان عندي باشن لفكره انك تستارت حاجه ليها علاقه بالماركتينج والسوشيال ميديا وكده. بس وقتها يمكن ما كانش لسه فيه سوشيال ميديا، بس when it happened طبعا ان السوشيال ميديا became يعني بارت اساسي من ماركتينج لاي شركه. ستيل كان في بالي الموضوع ده. السبب الاساسي بقى اللي خلاني افكر فيها ان انا كان عندي ويب سايت زمان اسمه arabicgreetingcards.com، ده سنه 2000، واضطريت اقفلها بسبب طبعا دخولي في الفاميلي بيزنس بعد ما اتخرجت واسباب اخرى. كان دايما حلمي ان انا لازم عايز ارجع تاني في حته الاونلاين بالشيب الجديد طبعا بتاعه، اللي هو نقدر نقول بقى في العصر الجديد يعني. فلما جت فكره سبورتي برو حسيت ان هو انا دايما لما بقعد مع اي ستارت اب او اي فاوندر بقول له you have to be dedicated، ودي بارت من ان اي انفستور يخش معاك لازم تبقى عندك ديديكيشن. ما ينفعش يعني مش عايز اقول صاحب بالين كداب، بس ما ينفعش ان انت تبقى في شغلك وبتدي 10 15 20% بس من وقتك للستارت اب بتاعتك. either you believe و you're fully committed or not. فحسيت ان انا ما ينفعش اكون بنصح الناس وانا mentor them على حاجه زي دي وانا نفسي ما اطبقهاش. لو البروجكت ده انا فعلا مؤمن بيه وعايزه ان هو ينجح لازم ان انا ستيب باك من الفاميلي بزنس. فقررت ان انا اي موف، والحمد لله الظروف خدمتني ان شركتنا كفاميلي بزنس اوريدي احنا اندمجنا سنه 2021 مع الشركه الام الفرنسويه اللي هي تيفال. فكان الوقت خلاص اتس رانينج بزنس، في ناس من فرنسا، في تيم كبير جدا، الشركه فيها فوق ال 1200 واحد. فا it was the right time ان انا اعمل هاند اوفر. عملت بروسيس 6 شهور هاند اوفر which was يعني اكتر من اي حد بيعمل هاند اوفر، طبعا في الاخر شركتنا. و I felt it's safe ان انا اقدر ان انا انقل و dedicate myself 99% للشركه بتاعتي اللي انا مؤمن بيها اللي هي سبورتي برو. حلو جدا، ثانك يو. ماشي. طيب دلوقتي بقى هندخل على الحته بتاعه الاسئله بتاعه البريزنت او الحاضر. اوكي، فاول سؤال بيرسونال، ايه one personal goal ل 2024؟ one personal goal ل 2024 هدف شخصي بالظبط. 2024 بصي الجول هيبقى اكتر من حاجه ليا. انا بنتي لسه بادئه تدرس، فطبعا نيو تشالنج. عندها قد ايه؟ عندها 17. اوكي. فبتدرس فاشن، حاجه ريليتد لينا برضو بس بالصدفه يعني، بتدرس فاشن بزنس اند كوميونيكيشن بره مصر. فالبيرسونال جول ان هي نفسها تباس، لان انا مريت بالموضوع ده طبعا من
من اكتر من 20 سنه ان هي تباس والدنيا تبقى معاها كويسه، لان لما هي هتبقى كويسه ومرتاحه يبقى مامتها وانا برضو كويسين ومرتاحين يعني. اوكي حلو جدا ماشي. طيب حضرتك في سيزون 1 طلعت على شارك تانك يس. وحضرتك اوريدي انفستر، فازاي يعني ليه قررت ان انت تبقى بتريز فلوس وحضرتك اوريدي انفستر؟ بصي سؤال ناس كتير بتسالوني، انا نفسي مش يعني الاجابه صعبه، بس حسيت هي كانت نيو ستارت اب، بس زي ما انت بتقولي انا كنت في بوزيشن ممكن انفست بنفسي في الشركه زي ما اي حد بيعمل، واعمل ممكن البري سيد واعمل السيد، بس حسيت ان دخولي على شارك تانك هيدي اكسبوجر جامد قوي، وهيدي فاليديشن للايديا نفسها. ان لو النهارده فيري بيج نقدر نقول شاركس زي طبعا مهندس احمد السويدي وزي حماده فاروق اللي هم دخلوا معانا، انه they validated the idea and they decided to invest، ان ده بيديني انا قوه وموتيفيشن ان انا اكمل اكتر في البروجكت بتاعتي. والتيم برضو بتاعي، ان هم طبعا احنا برضو ستارت ابس بتلاقي برضو صعوبه ان انت تهد هانت على تالنتس كويسه، حسيت ان ده برضو هيديهم فاليديشن. احنا شغالين برضو في شركه لسه صغيره ولسه كيان مش كبير قوي، بس بما ان حطوا ايديهم مع شاركس كبار زي ده يخليهم ان هم يكملوا يبقوا سعداء، وان هم وده حاجه بتموتيفيت الناس انها تشتغل وتدي اكتر كمان. فده كان السبب ان انا زائد ان انا حسيت ان هو اتس تشالنج، وانا لازم اختبر نفسي ان انا قد التشالنج ده ولا لا. واعتقد الحمد لله it was not easy طبعا وقتها، بس الحمد لله we succeeded ان احنا نلاند 2 شاركس معانا، وكانت ديسيجن يعني واحد من احسن ديسيجن الواحد عمله يعني. حلو قوي. طيب السؤال اللي بعده برضو ليه علاقه بشارك تانك. هم اخذوا I think 45% من الشركه صح؟ فهل انت راضي على البرسنتج دي ولا شايف انها كانت كبيره قوي؟ وعلاقتك عامله ايه دلوقتي بالشارك؟ بس كبيره، هي طبعا كبيره، والواحد لما دخلت على شارك تانك ده انتنشن ان انت ما كنتش يجيف اب مثلا اكتر من 25-30%، بس احنا وي ميد يمكن بيهايند ذا سينز ما ظهرش في الحلقه قوي، ان وي ميد ا جود ديل وقتها، ان ال 45% دول هتبقى قصاد سبورت منتورشيب. التيم كل واحد من الشاركس دول عنده تيم بيهايند ذم. مهندس احمد السويدي مثلا عنده سويدي كابيتال، التيم بتاعه سواء ماركتنج تيم، اتش ار تيم، الاي تي تيم، دي سبورت. ففي حاجات مش فلوس قوي اكتر من السبورت. الحاجه الثانيه انه they promise انه هيخشوا معانا ان شاء الله في الفولو اب راوندز if ان احنا we are on target وقادرين نحقق شويه KPIs اللي هو المفروض خلاص احنا بنقفل السنه اللي فاتت ان احنا نحققها. وحققتوها so far الحمد لله. بالعكس احنا we did 50% more than what we promised الحمد لله على شارك تانك، يمكن اكتر شويه. والبيزنس بلان بتاعنا لل 3 to 5 years الجايين يمكن بقت more ambitious، وده تشجيع يمكن من الشاركس اللي دخلوا معانا ان انتوا have to think big. الفكر اللي انتوا دخلتوا بيه على شارك تانك ان احنا نوصل من حته لحته اكبر، لا احنا عايزين من حته لحته ماسيف، لازم تبقى عملاق. الطموح بتاعك ما ينفعش يبقى جوه مصر بس، يبقى جوه مصر والريجن كمان. اوكي حلو جدا ماشي. يلا جاهزين للبونس كويستشن؟ جاهزين. يلا تحبين اقرا سؤالين ولا هما الاثنين كده هيظهروا على الشاشه؟ اوكي. Did you like how you were captured on Shark Tank? What are the reasons? تاني سؤال صعب شوية. Did you like how you were captured on Shark Tank? بصي هجاوب يعني مش هجاوب أو لأ أكتر ما هو في حتة طلعت كويسة. طبعا هو البرنامج دايما بيحاول يطلع إن هما شاركس، فلازم يبين أي حاجة إنه لو الشاركس انتقدوك أو هاجموك، لأن ده طبعا اللي بيأتراكت الناس وبيخلي فيه انجيجمنت على السوشيال ميديا. في حتة ضايقتني يمكن شوية، كان سألت سؤال من أيمن عباس على الأسئلة على الماركت شير، وأنا طبيعتي لو في معلومة مش مؤكدة وحاجة معرفهاش 100% ما بحبش أفتي. أنا يا إما يبقى في داتا أو سورس للمعلومة. في مصر لحد ما ناس كتير طبعا من المتفرجين معانا أو أنتي برضو you're in business عارفة إن الداتا في بعض الحاجات very difficult when it comes، لأن أنا تيجي تقولي الماركت شير it depends هتجيب السورس فين. فأنا جبت معلومات عن الماركت شير في الميدل إيست، بس حسيت إن وقتها it was not enough. بس فادتني بعد كده، انا قعدت مع ناس وقعدت مع في سيز وكده قالوا لي it was not enough، ويمكن البرنامج ما طلعوش not enough ان هو اتقال لك ان البرنامج not enough، بس at least it showed ان كان الاجابه ان الماركت شير اكبر بكتير. فيمكن هي دي الحته الوحيده، لكن غير كده لا بالعكس حسيت انه it was يعني the way I was captured. اخدت وقتي ان انا اشرح البروجكت بتاعتي. في حته برضو ان يمكن مش عارف كل الناس شافت الحلقه ولا لا، ان حماده فاروق قال لا في الاول وبعد كده رجع غير رايه، فدي في حد ذاتها كانت زي كام باك، وكانت يعني هي دي اللي الناس بعديها
اللي سقف لي او اللي قال برافو او حاجه كان جزء منها، غير طبعا ان المهندس احمد زويل دخل، ان حماده فاروق بعد ما قال لا قال ودي من ضمن الحاجات اللي خلتني اوافق على 45%، ان حسيت اتس وين يعني. اوكي الحمد لله. ثانك يو. ندخل بقى على المستقبل، الاسئله اللي علاقه بالفيوتشر. فاول سؤال، ايه الليجاسي اللي انت شريف زهران نفسك؟ ليجاسي سؤال صعب وكلمه جامده قوي كلمه ليجاسي. بصي ان الواحد ياد فاليو، حته being adding value او creating value، اعتقد دي مهمه قوي. انا حسيت ان هو يمكن بالنسبه لي اتس challenging، لان جدي الله يرحمه فعلا ساب ليجاسي في المجال بتاعه على مدار سنين طويله. ف الليجاسي ان الواحد يعمل امباكت، يمكن سواء بقى كفاوندر او في الشغل اللي انت بتعمله او مع الستارت ابس اللي انت، الواحد يحس فعلا ان هي ادد فاليو، ان الناس لما تفتكرني في يوم من الايام وكده تحس ان انا فعلا افدت حد، عملت حاجه غيرت the way people buy، شجعت ناس مثلا ان هم يلعبوا رياضه ما كانوش بيلعبوا رياضه. ان ده جزء من المسج بتاعتنا في سبورتي برو، اتس نوت اونلي ان احنا بنسال حاجه، ان الناس تحس ان فعلا في امباكت. فده ولخصها ان الواحد يحس ان في امباكت على حياتهم او على the way they do business، the way they shop online، او الستارت ابس اللي موجوده معاهم. طيب حضرتك زي ما قلنا في اول الابيسود، حضرتك اب وزوج وانتربرينور وانفستر، صح؟ فايه اكتر حاجه بتايدنتيفاي شريف زهران؟ يعني لما حد سالك مثلا مين شريف زهران، اول اجابه هتيجي في بالك ايه؟ ممكن تبقى حاجه تانية خالص. ممكن تبقى حاجه تانية خالص. بصي انا يعني هقولها بالعربي اسهل شويه، انه ودي حاجه بحبها، انه مع ناس كتير سواء بقى من اصدقائي قرايبي عيلتي، ان كتير باجي في بالهم لما حد بيحتاج مساعده في اي حاجه. فممكن تيجي تقولي ان انا بساعد الناس كتير حتى لو ناس ما اعرفهاش. when it comes ان حد عايز يسال حاجه، لما حد عايز يسال حاجه سبورت، حتى لو حاجه ما اعرفش فيها، بس ناس they know ان انا I will be there، ان انا هقف جنبهم، حتى لو مكالمه تليفون، حتى لو اساعده يكتب حاجه، يحضر لحاجه، سواء عيلتي سواء بقول لك اصحابي، لو حد بيسال حاجه في الموبايل مش عارف يسيت اب حاجه في اللابتوب، جاله فيروس اي حاجه كده بيستارت البيزنس. ناس كتير بتعمل بيزنس مان بتسالني. ودي كامز باك برضو لحته الامباكت، حتى اوكي امباكت قصير، بس ان هي دي الحاجه اللي اعتقد اللي هي بتديفاين مين، ان انا بحب اساعد الناس. واعتقد على مدار السنين ان ناس كتير حاسين بالحته دي ان انا بحب اساعدهم، واتمنى ناس تساعدني برضه. طيب حلو قوي. دلوقتي حضرتك انجل انفستر او بتستثمر في شركات ناشئه، ودلوقتي في بقى كلام كتير عن استثمر فلوسي في ايه، ذهب ولا دولار ولا، وفي ناس تبقى فاكره ان ممكن طب ما استثمر في شركات ناشئه انا كمان. what would you tell someone بيفكر يستثمر في الشركات الناشئه؟ بس لازم الشركات الناشئه طبعا اليومين دول فيها طبعا مخاطر اعلى كتير. يعني لو ما نقدرش نقارن الدولار او التراديشنال بزنس او الذهب، لان دول حاجه المخاطر فيها قليله قوي. ده تقدر تقول ان هو ده السيف هافن دلوقتي. فانا دايما بنصح اي حد يستثمر يشوف هو عنده القدره يقدر يستثمر كام في المية من الفلوس اللي معاه. هو دايما الاستثمار او الانجل انفستر يبقى حد معاه اكسترا فلوس او ديسبوزابل انكم، عنده استعداد ان هو يتيك ريسك او مخاطر، يستثمر في شخص او في شركه. ممكن ناس بتستثمر 10% 15%، my opinion not more than 10% من الدخل او 10 to 15% من الدخل او الفلوس اللي موجوده معاك تستثمرها في حاجه بالمخاطر. لكن في ناس ما تقولنا نوقف او نهول باك، لا بالعكس، this is the right time، لان الافكار مستمره، وكل ما احنا هنتاخر وان احنا نسبورت الستارت ابس اللي موجوده وان احنا نستثمر، بالعكس فجاه هيحصل كوركشن للماركت وفجاه الدنيا هتتحسن، هنلاقي نفسنا اتس تو ليت، الفالويشنز كبرت ورجعت على تاني زي زمان. فديس از ذا رايت تايم اكشن انك تستثمر. بس يعني دو يور اون ديو ديليجنس كويس قوي، راجع كويس قوي هتحط فلوس مع مين وفاليديت الفكره. فدو يور هوم ورك ويل، ما يبقاش مش زي شارك تانك طبعا ديسيجن سريعه. دول شاركس يقدروا يتحملوا الريسك، رغم ان بيهايند ذا سينز على فكره بيبقى فيه ديو ديليجنس بعديها. فدو يور هوم ورك، ديو ديليجنس كويس. حلو جدا. ماشي، ندخل بقى على اخر سؤال اللي هو بونس كويستشنز في الفيوتشر. How do you plan on keeping up with your own startup? اوكي، انا هجاوب على اول سؤال. How do you plan on keeping up with your own startup and the ones you have invested in? طبعا هما السؤال ينقسم جزئين. حته my own startup اللي هي سبورتي برو،
انا I plan to expand Sporty Pro. احنا our plan ان احنا to grow 3 to 4x every year ان شاء الله. ده هيكون طبعا بديديكيشن من التيم hiring talent. وانا I will continue طبعا to support fully dedicated كوقتي. بالنسبه للones that we invested in ان احنا سواء بنسبورت them بمنتورشيب بجايدنس، انك تتواجد معاهم. انه هو لما انا قريب حد كان بيكلمني عنده مشكله ما فحاجه من الجهات الحكوميه والبنك والكلام ده، لا بحاول اشوف كونكشنز يعني اللي انا ممكن اعرفها اللي ممكن تساعده في حاجه. بنقدر نساعد في حاجه بنقدر ان احنا ما بنعرفش ان احنا نساعد، لكن على قد ما تقدر ان انت تساعد. نتوركينج مهم قوي، يعني انت يليفرج على النتوركينج اللي بنيتها في خلال الكام سنه اللي فاتوا سواء في الايكو سيستم او في النورمال تراديشنال بزنس، انك تحاول تساعد الستارت ابس دول. والستارت ابس اللي دخلت من سيد راوند مثلا عايزه بري سيد، وده حصلت، عملت معاهم فولو اب راوند، وانا لسه برضو مستمر في فولو اب راوند، لان ده الوقت اللي الستارت ابس مقابلين صعوبه ان هم يريس كابيتال من في سيز او من نيو انجل انفسترز او من اي فند. فاحنا كانجل انفسترز اللي دخلنا معاهم من الاول او الفاندز اللي دخلوا من الاول بنحاول ان احنا نكمل معاهم، حتى لو مش بنحقق لهم الاماونت اللي هم عايزينه بالكامل، بس اتليست بتساعدهم في الظروف في الوقت اللي احنا موجودين فيها يعني. بس both my startup والستارت اب اللي فيها they have my full support يعني. حلو ماشي. ممكن يعني بحب يجري اختم كده ببيس اوف ادفايس للانتربرينورز، ف what would you say؟ بيس اوف ادفايس لاي حد بيعمل بزنس، اي انتربرينور او فاوندر، ان هو دونت جيف اب. طبعا ناس كتير ممكن الواحد يدي امثله كتير بره مصر وجوه مصر. يعني عندك جيف بيزوس بيقول لك ان هو لما جاي يعمل امازون قابل 70 انفستر قبل ما في الاخر يلاند ان هو يريز كابيتال من حوالي 12 انفستر. بس it took years and years قبل ما يبدا يقطع الناس ويفاليديت البروجكت بتاعته. ف don't give up, be very persistent, استمر في اللي انت بتعمله حتى لو حد انتقدك، وحتى لو حد قال لك البروجكت مش هتكمل. لو انت مقتنع بالايديا بتاعتك لا استمر. again طبعا اسمع الادفايس طبعا بتاعت الناس، بس برضه استمر. don't give up يعني. ثانك يو، انبسطنا جدا معاك. ثانك يو، وانا كمان. لا it was interesting، اسئله خفيفه. وكويس ان انت قلتي لي ان هو ان احنا هنحاول نخليها قصيره عشان تبقى مسليه للناس وانفورماتيف. و I appreciate the opportunity ليا ولسبورتي برو. Thank you so much. Thank you. See you again.